ازيك يا غالي، ايه الاخبار؟ بعد نجاح فئه الاي عند سامسونج قررت الشركه ان هي تستكمل الفئه بسلسله جديده، الا وهي سلسله الاي رقم 5. يعني سلسله الاي 15، الاي 25، الاي 35، الاي 55. ومن اكتر الاجهزه اذا ما كانش اكترهم نجاحا عند سامسونج السنه اللي فاتت هو الاي 54. والنهارده جايين نتكلم عن اخوه الكبير الاي 55. هل هيكمل المسيرة ولا هيوقف عند كده؟ بدون كلام كتير خلينا نبدأ. السلام عليكم، ازيك يا غالي؟ الاخبار معاك احمد صدوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه وانت طيب، وما تنساش تدعي لاخواتك المستضعفين في كل مكان، ربنا ينصرهم في القريب العاجل ويبعد عنهم ولاد الوسخه. الاي 55 لسه ما نزلش مصر بشكل رسمي، ولكن بعد الفيديو ده بنسبه كبيره ان شاء الله اول ما ينزل هتبقى عارف تروح تشتريه ولا لا. والسعر المتوفر حاليا معنا للاي 55 هو سعره بالدرهم الاماراتي، موجود على نون الامارات. نسخه الرام 8 128 جيجا عامله حوالي 1350 درهم اماراتي، اي ما يعادل حوالي 17 ونص 18 الف جنيه. ونسخه ال 256 رام 8 عامله حوالي 1550 درهم اماراتي، اي ما يعادل حوالي 19 ونص 20 الف جنيه. بما ان النسخه القليله عامله حوالي 18 الف جنيه، فده يترجم اوتوماتيك ان الجهاز ده مش هينزل مصر باقل من 20 الف جنيه. والنسخه 256 ممكن توصل ل 25 الف جنيه، ده كده يعني مع الرأفة. خلينا نبدأ نتكلم عن التصميم اللي مشابه جدا جدا للسلسلة اللي فاتت، ومشابه لأجهزة سامسونج كلها، حتى أجهزة الفلاج شيب الاس 24 والاس 24 بلس. والتشابه ده لا يمنع ان الأجهزة شكلها مينيمال وكويس منظم، ما فيهاش بهرجة، وموضوع الشكل ده ذوق في الأول والآخر. والشكل المماثل او المشابه ده بيجي مع بعض التطوير في خامات الجهاز نفسه. الاي 55 بيجي بفريم معدني واخد زي انحناء كده او بروز بسيط عند الزراير، مخلي شكل الجهاز مميز عن الاي 54 الجهاز اللي فات. تقريبا دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تميز بيها الجهازين عن بعض من بعيد قبل ما تمسكهم، لان مسكه الاي 55 يعني بريميوم وارقى من مسكه الاي 54. الشاشه طبقه الحمايه اللي عليها بقت كورنينج جوريلا جلاس فيكتس، والظهر برضو عليه طبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس، ولكن سامسونج ما اعلنتش عن الاصدار او الرقم بتاعها. والجهاز لسه برضو مقاوم للمياه والغبار بمعيار IP67. الفريم المعدني الجديد ده مخلي مسكه الجهاز حاده بشكل كبير جدا، يكاد يكون مقارب لاجهزه البرو ماكس من ابل. مع زيادة حجم الجهاز كمان الموضوع بقى يعني مش أسهل حاجة بصراحة. ألوان الجهاز لسه مايلة للطرقعة والشبابية زي إصدار أو فئة الإي كلها، ألوان باينة قدامك دلوقتي على الشاشة. وزيادة حجم الجهاز اللي اتكلمنا عليها من شوية راجع لأن الشاشة بقت أكبر. ال A55 بيجي بشاشة 6.6 بوصة طبعا من نوع السوبر أموليد، بتيجي بمستوى سطوع ممتاز جدا بيوصل ل 1000 نتس في البيك برايتنس، وكثافة بكسلات كويسة 390 بكسل لكل انش، ودعمة عرض المحتوى بتقنية ال HDR10+. الشاشة بتاعت ال A54 كانت كويسة والناس كانت بتشكر فيها جدا جدا، وانها تقريبا واحدة من احسن الشاشات اللي موجودة في الفئة السعرية اللي كان موجود الجهاز فيها و هي تقريبا نفس الشاشة بقى اللي موجودة في الاي 55. حتى شكل الحواف لسه هو نفس الشكل السيء طبعا بالنسبة ل 2024، ده شكل سيء، ومقارنة كمان بالمنافسين ده شكل سيء. حواف كبيرة جدا ورخمة جدا، أي منافس تاني يعني لو أرخص كمان من سعر الجهاز ده بتبقى الحواف أقل وشكلها أشيك حبتين. ولكن ده ما يمنعش إطلاقا إن الشاشة أو تجربة استخدام الشاشة على الجهاز وتجربة مشاهدة المحتوى تجربة ممتازة جدا جدا. تاخد ألوان سامسونج بقى يا باشا وحيوية سامسونج والكلام الجميل ده. شاشة كشاشة بعيدا عن الشكل هي كويسة جدا جدا. في احسن منها؟ في احسن منها كشكل وكمستوى سطوع وما الى ذلك، ولكن ستيل شاشات سامسونج تبقى مميزه جدا جدا في اي فئه الجهاز موجود فيها. وانت بتتفرج كده ما تنساش تنزل ترزعنا لايك جميل، تشترك في القناه وتفعل الجرس، يعني حاجات بسيطه خالص. تابعنا على حسابات على السوشيال ميديا كده، ما تنساش بعد ما تخلص الفيديو طلبات بسيطه من اخوك حبيب قلبك اللي مروق عليك. واي حاجه بقى محتاجه مني انزل اكتبها لي في كومنت، اثبت وجودك معايا يا باشا، قول لي انا محتاج كذا، انا عايز اقارن ما بين كذا، ايه رايك في كذا. واي تساؤل انت عاوزه ادخل على انستجرام عندي ابعت لي مسج، ان شاء الله هرد عليك. ويلا بينا نكمل الفيديو. لو جينا نتكلم عن الاداء،
ال A55 هو بيجي بنسخة واحدة من الرام 8 جيجا بايت ومعاه مساحة تخزين مختلفة زي ما قلنا 128 أو 256، وبيجي بمعالج جديد من سامسونج هو الإكزينوس 1480 بمعمارية 4 نانومتر. الجهاز بيدعم يا إما تشغيل شريحتين يا إما شريحة وكارت ميموري، وطبعا الجهاز بتفتحه من الكرتونة بيبقى نازل عليه آخر إصدار أندرويد 14 وآخر إصدار من واجهة سامسونج ال One UI 6.1. ومؤخرا سامسونج بدأت خلاص تبعزق في موضوع الدعم ده، فال A55 بينطبق عليه نفس البعزقة لأنه بنسبة كبيرة جدا جدا هياخد لغاية 4 سنين دعم كسوفت وير أساسي. يعني الجهاز نزل عليه اندرويد 14 هيبقى مدعوم معاك ان شاء الله لغايه الاندرويد 18. لو كده نتكلم عن الاداء، فاجهزه سامسونج مش الاجهزه اللي موجهه للناس اللي بتبقى محتاجه اداء قوي واداء جيمنج بقى ومش عارف ايه. بيبقى في اجهزه في نفس الفئه السعريه دايما قصاد جهاز سامسونج مهما كان مميز هتلاقيه بيتفوق عليه شويه في موضوع الاداء ده. وعلى الرغم من ان الاكزينوس 1480 الجديد بيجي باداء يعني فارق بشكل واضح عن ال A54 اللي فات، الا انه لسه لغايه دلوقتي برضو بيقع في نفس الدايره بتاعه معالجات اكزينوس اللي بتديك اداء ممتاز جدا جدا في الاستخدام اليومي، ولكن في موضوع الالعاب ده ممكن يبقى فيه معالجات احسن منه. كأرقام الإكزينوس 1480 مقارب نوعا ما للسناب دراجون 8 جين 1. هو كل اللي احنا قلناه ده مش مبرر خالص، لأن الجهاز كان ممكن يجيب معالج أقوى وإن سامسونج تستغنى عن معالجات إكزينوس بتاعتها في الفئة دي، ولكن برضو عشان نبقى صراحة المعالج اللي موجود في الجهاز ده مستقر بشكل كبير، لأن المعالج اللي كان موجود في ال A54 الإكزينوس 1380 كان مستقر بشكل كبير، ولكن كان مشكلة ملاك الجهاز ده دايما في الجيمنج عدم دعم المعالج ده عند مطوري الألعاب أصلا، على الرغم من إن يعني الجهاز عنده القدرة إن هو يشغل الألعاب بجرافيكس أعلى أو فريم ريت أعلى، لأن المطورين ما كانوش بيهتموا بالمعالج. فتلاقي لعبة زي PUBG بتشتغل على فريم ريت ضعيف جدا وجرافيكس قليلة جدا، في حين إن الجهاز في جيمز تانية أو في مهام تانية بيقدر يقوم بيها بشكل يعني ممكن يكون موازي للفريم ريت العالي والجرافيكس العالية اللي مقفولة عنه في لعبة زي PUBG. فاهم حاجة؟ فنتمنى ان ده ما يحصلش في المعالج اللي موجود في ال A55 برضو، ان سامسونج تحفز المطورين بتوع الالعاب او اي برامج عموما او اي تطبيقات يعني ما بتستغلش قدرة الهاردوير بتاع معالجات سامسونج ان هم يستغلوا قدرة الهاردوير اللي موجود في الجهاز ده. خلينا بقى نتكلم عن الحاجة اللي من الاخر كده بتخلي اجهزة سامسونج رجليها تقيلة في اي فئة سعرية هي بتدخل فيها، رغم القصور اللي بيبقى موجود في باقي اجزاء الجهاز، الا وهي الكاميرات. سامسونج لعبتها صح قوي في الكاميرات الخاصة بالأجهزة بتاعت السنة اللي فاتت، وشكلها مقررة تعمل ده برضو في الأجهزة بتاعت السنة دي، على الرغم من ان الهاردوير بتاع ال A55 تقريبا او مش تقريبا هو بتاع ال A54 اللي هي 50 ميجا بكسل، عدسة أساسية فتحة عدسة f1.8 تدعم اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2، وكاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل f2.4. ولسه الجهاز طبعا بيصور 4K لغايه 30 فريم في الثانيه. الصور اللي بتطلع من ال A55 هي صور منافسه جدا جدا، لدرجه انك لو ما تعرفش ايه الجهاز ده ممكن تحس ان الصور جايه من جهاز فلاج شيب بجد، او على الاقل يعني فلاج شيب كيلر، مش جهاز فئة متوسطة. 20,000 جنيه فئة متوسطة. تفاصيلها حلوة جدا، دايناميك رينج بتاعها مظبوط جدا، الالوان معالجتها احسن من السنة اللي فاتت، معالجة السكين تون الخاصة بالبشر احسن من السنة اللي فاتت. اي نعم ممكن تلاقي شوية حدة ارتفيشال كده، يعني شاربنس مصطنعه السوفت وير اللي عاملها، الا ان النتيجه في الاخر برضو بتبقى مرضيه جدا جدا لعينك. والصور الليليه بتطلع بنتيجه مغريه جدا جدا للعين، بتخليك مستمتع وانت بتتفرج على الصوره، وده شيء كويس جدا انه يطلع من جهاز موجود في الفئه دي اصلا. ولو جينا نتكلم عن الفيديو، فالفيديو ال 4K 30 فريم في الثانيه اللي بيطلع من ال A55 شيء
قمه قمه في الجمال، شيء دايناميك رينج ومظبوط، شيء تفاصيله كويسه، برضو ممكن تلاقي فيه شويه شاربنس ارتفيشال كده، الا انه ستيل كويس جدا 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 في الفئه السعريه دي. والكلام الجميل ده كله بينطبق برضو على الكاميرا الاماميه اللي بتيجي 32 ميجا بكسل، فتحة عدسه اف 2.2، وبتصور فيديو 4K لغايه 30 فريم في الثانيه، وبتطلع صور برضو كويسه جدا جدا جدا، فيها تفاصيل كويسه. HDR يا باشا، يعني تقريبا ده احسن جهاز هيبقى بيظبط الصور اللي طالعه من الكاميرا الاماميه ك HDR. والكلام ده طول ما انت في اضاءه كويسه. طبعا كل ما الاضاءه بتقل كل ما الصوره تبدا تنحدر معاك بشكل اسرع. لو جينا نتكلم عن اخر حاجه الا وهي البطاريه، فالتطور اللي حصل في البطاريه هنا وتطور مرحب بيه جدا جدا. البطاريه كرقم هي تقريبا نفس الرقم 5000 ملي امبير، وبتشحن بنفس السرعه العقيمه 25 واط، لان البطاريه هنا معمره جدا 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 بصراحه. الجهاز ده ممكن يدخل معاك في يومين لو انت استخدامك خفيف، لو استخدامك متوسط ممكن يقعد معاك يوم ونص، لو استخدامك تقيل بالفعل في الجهاز ده بنسبه كبيره هيكمل معاك اليوم مستريح جدا جدا. طيب خلينا نتكلم في المهم بقى، التطورات اللي حصلت في ال A55 مقارنة بال A54 تستاهل السعر الزيادة اللي ممكن تدفعه، لأن ال A54 أنت ممكن تجيب الجهاز ب 15,000 جنيه جديد حاليا في مصر، في حين إن زي ما قلت لك ال A55 ده أنا واثق إنه مش هينزل بأقل من 20,000 جنيه للنسخة الأقل، ده إذا ما نزلش زيادة عن كده أصلا. يعني 20,000 جنيه أنا كده متوصى بيك. أتمنى طبعا كلنا نتمنى إن الجهاز يبقى أرخص من كده، ولكن إحنا زي ما قلنا الطبيعي اللي احنا متعاهدين عليه في مصر يعني ان الاجهزه بتنزل بسعر اغلى من اللي احنا عارفينه عنها بره. فافتراض ان الجهاز ده يبقى ب 20,000 جنيه والاي 55 ب 15,000 جنيه، وفي اجهزه منافسه وقويه جدا 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 في الفئه السعريه دي. فالاي 55 او سلسله الاي 50 عموما كان سلاحها السنه اللي فاتت ان الجهاز ممتاز جدا وسعره كان كويس، لان الاي 54 كان نازل بسعر لا يتعدى ال 13,000 جنيه، وبعد ما غلي وصل ل 18,000 جنيه ونازل دلوقتي ل 16,000 جنيه. وده اللي مخليني بقول لك الاي 55 هينزل غالي. ولكن لما الاي 55 ينزل اوريدي بفوق ال 20,000 جنيه، خاصة لو انت بقى من الناس اللي ما بتعرفش تشتغل على نسخة 128 جيجا فمش تدفع اقل من 25,000 جنيه، الرقم ده مقارب جدا جدا للفلاج شيب الميني او الفان اديشن بتاع سامسونج والاس 23 اف اي. الاس 23 اف اي اعتقد ممكن تجيبه لغايه 28 الف جنيه. مفيش حد عاقل في الدنيا هيسيب اس 23 اف اي ويروح ل A 55 عشان الفرق العبيط ده. الاس 23 اف اي بتاخد فيه تقريبا كل حاجه احسن ما عدا موضوع البطاريه. اكيد الاس 23 اف اي هيبقى احسن لان ده الفلاج شيب بس عاملينه صغنون كده. فسامسونج لازم تخلي بالها جدا جدا من تسعير الجهاز ده في مصر، لانه لو قرب من الاس 23 اف اي فالناس طبعا هتروح للاس 23 اف اي. والفئه بتاعت ال 20,000 جنيه دي بعيدا بقى عن سامسونج خالص ليها منافسين كتير جدا. انت عندك الريلمي 12 برو بلس، الجهاز ده فئه ال 20,000 جنيه عبقري في كل حاجه، المعالج بتاعه بنسبه كبيره اقوى من الاي 55، الكاميرات ممتازه جدا جدا. ولما الاي 55 وال12 برو بلس يبقوا معانا ان شاء الله نعمل لكم مقارنات في موضوع الصور ده، وانا واثق ان مش هيبقى في فرق. ده اذا ما كانش ال12 برو بلس هيبقى في صور نتائجها ممكن تبقى احسن شويه كمان من الاي 55، سرعه اعلى، الشكل حتى اشيك. في اجهزه ممكن تبقى اقدم شويه زي الشاومي 13 تي، في اجهزه مستعمله اصلا فلاج شيبس قديمه من سامسونج ممكن تلاقيها احسن من الاي 55. ممكن تلاقي اجهزه من ابل ايفون في الفئه السعريه دي، والناس ما بتصدق اصلا تقارن اي جهاز موجود بالايفون لانهم بنسبه كبيره بيجروا على الايفون. ففئه ال 20-25 الف دي فيها الايفون 13. انت بتتكلم ايفون 13 قصاد جهاز ستيل فئه متوسطه من سامسونج. فكل الكلام الجميل ده وكل الحيره دي هنعرفها ان شاء الله لما نمسك الجهاز ده ونقارنه بقى بالاجهزه اللي بقول لك عليها. ولكن لغايه دلوقتي الاي 55 جهاز لوحده كده كويس جدا، وبنسبه كبيره هيديك كل اللي انت محتاجه من جهاز في الفئه السعريه دي لو انت ما قارنتوش بغيره. ولكن لما نقارنه بقى ان شاء الله هنعرف هل هو وحش الفئة السعرية دي زي ما اخوه كان وحش السنة اللي فاتت،
ولا هيبقى قطة. وبس كده. لو عجبك بقى الفيديو يا صديقي ما تنساش ترزعنا لايك واعمل سبسكرايب جميل وفعل الجرس وتابعنا على حساباتنا على السوشيال ميديا، اللينكات موجوده في الديسكربشن. كان معاكم احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.